انا في مره حبيت واحد وقعدنا نحب ليش كل بعض. اسئله عن الحب؟ لانه هذا اللي بيوجع العالم. طيب هاي مآسي العالم. شو اسمع، انا في مره حبيت واحد وقعدنا نحب بعض 5 سنين وطلع بالاخر بيخوني مع وحده اسمها رزان. اوكي فضحناها، وانا انصدمت كتير لانه حكالي انه انا كتير بحبك ومش رح احب غيرك ولا حتى رح اتزوج غيرك، وطلع كل هالكلام كذب، وانا اللي تعلمته انه ما اوثق باي حد. اوكي منيح تعلمتي. لا. بدي احكي شيء مبدئيا من القصه. بمجرد انه حبك 5 سنين وما صار بينكم لسه شيء رسمي، يعني اكيد عم يخونك، يعني اكيد 5 سنين وما صار بينكم شيء رسمي. لا، ليش؟ اكيد عم بخونها، بس اكيد مو حابه هذاك الحب انه تجوزها مثلا. 5 سنين ليش يعني؟ ليش 5 سنين؟ شو يعني 5 سنين من عمرك، من حياتك، من عمره، من حياته، من وقتك. يعني 5 سنين يعني لو رحتي تعرفتي على حدا تاني كان تجوزك بسنة وتعرفتوا يعني على بعض وأسستوا عيلة. اسمعي اذا كان عمرك 19 هلا عمرك 24. يعني تخيلي انت قديش روحتي من عمرك 5 سنين عشان هو قال لك والله ما راح احب غيرك وما راح اتزوج غيرك. انا برأيي انه البنت لحد معين يعني تتعرف على الشخص اللي قدامها، بعدين المفروض يكون في بينهم شيء رسمي، وبيتعرفوا على بعض كمان اكتر، وبعدين بيتجوزوا. هذا المفروض. بس 5 سنين بدون ولا شيء رسمي هذا الشيء كتير غلط، يعني انا بشوفه غلط كتير. طبعا. لانه اللي بيحب الثاني ده بده لحظه لحتى، او بيستنى هاليوم لحتى يكون هالشخص من نصيبه. يعني مبدئيا يعني هو شوف، يعني اللي بيخون ما بيحب، بس انت فيكي شغلات ما بتخليه يتجوزك. ما بعرف.